ابن البلد الأول في هذه الحلقة هو الأستاذ العالم الكبير الذي نفاخر به فعلا، ليس عالم على مستوى سوريا وإنما على المستوى العربي والعالمي. التقيناه قبل حوالي 2 وشاهدنا مختبرا غريبا مدهشا أدهش كل من شاهده. تذكروا هذا المختبر الذي عرضناه عليكم قبل 2. تفضل. أستاذ عمر، كنا عم نبحث عن أولاد البلد في حماة، فالكل أشاروا لعمر حمشو. الحقيقة بيقولوا اللي بيطلع من القلب يوصل للقلب، على ما يبدو أنه كل شيء عم تعمله لأجل بلدك عم يوصل لأولاد بلدك. وأسألك عن هذا السر، يعني باندفاعك وراء الإلكترون والبحث الإلكتروني واعتمادك الكامل على نفسك، على مالك، على جهدك، ما اعتزت حدا، ما طلبت من حدا، إلى أي حد توفقت؟ بالنسبة لموضوع يعني اعتمادي على ذاتي، طبعا بعد اعتمادي على الله عز وجل، يعني صار عندي يقين من خلال التربية اللي تربيتها أنا أنه في إمكان الإنسان يقدم كل شيء، ما في قدامه حواجز ولا عوائق أبدا أبدا أبدا، وما في شيء اسمه مستحيل. يعني هذا الشيء الغريب جدا، يعني آلاف المحولات واللمبات والمكثفات والمقاومات، لماذا؟ كلها عبارة عن قطع إلكترونية، كلها مجموعات، دارات متكاملة، مكثفات، ترانسورات. بمعنى أنت عامل الآن عنوان للي بيدخل لعندك. أيوة. هذا أنا، هذا أصول العلم الإلكتروني بهذا المكان. تفضلوا. كل غرفة إلى استخدام معين، كلها إلى عمل معين. نحن الآن أمام مخططات ودارات واغفر لي جهلي طبعا، من أول لحظة بعترف أني أنا جاهل في هذه الأمور. طبعا هالغرفة هي بالذات عندها إمكانية تختبر الإلكترون الصناعي أو الكمبيوتر عندما يعطي أوامر لآلات إلكترونية. أنا عم طالع يعني في عيني أخذت السقف، أي حتى السقف في عليه مخططات. هذه بالذات هذه لمعمل الغاز المرافق، كان عنده جهاز إلكتروني متعطل، جينا على الجهاز بنحل مشكلته وإذا في خطأ بالتصميم، فصممنا جهاز آخر وهذا هو اللي موجود فوق. صممت تصميم كامل. والجهاز الأصلي تصميم مين؟ دولة أجنبية، يعني تصميم أوروبي وأمريكي وياباني، يعني بدون ما أذكر اسم الشركات لأنه ما مناسبة يعني. نعم. وين بدك تاخذنا الآن؟ والله يعني المختبر كبير جدا. تفضلوا. كمان أيضا على الباب في كمان رسم. طبعا هذا مخطط لجهاز بيتحكم بمنظومة تبريد لمعمل كامل. كان فيها مشكلة كمان، مشكلة تصميمية. طبعا كل شيء شايفينه كان في مشاكل تصميمية. تصميمية. لماذا يعني هل يعقل أن يصمم يعني الأجانب يعني آلة بهذا الشكل في خطأ؟ ممكن منحيين. ممكن هالشيء يكون علما وصل لهالمستوى وما قدروا يحلوا هالمشكلة، وهذا هالشيء طبعا أنا بشاهده، وأحيانا بيكون خطأ مقصود، يكون خطأ ونقطة ضعف مقصودة، حتى يعني يكون في دائما استيراد ومعامل. أستاذ عمر، اغفر لي هذا السؤال، هل تزعم بأنك أنت يعني أقدر منهم على تصميم جهاز ما؟ والله يعني طبعا أنا هي الإلكترون عبارة عن هواية بحياتي، وعبارة عن شيء يعني داخل بذراتي بكياني، يعني صار لي 40 سنة عم بشتغل بهالهواية يعني. ففي أمور كثيرة كثير من شركات كبيرة وفي أخطاء كثيرة، يعني أحيانا أشاهدها بشكل يومي. أحيانا هالشيء اللي بتحكي أنت بشكل يومي، وأحيانا بيكون في نقاط ضعف مقصودة، وأحيانا أخرى بيكون نفس الجهاز مرسل إلى بلدنا في نقطة ضعف مقصودة، بيكون نفس الجهاز مرسل إلى مكان آخر في دولة متقدمة بيكون بيختلف التصميم. أنا رح أظل مندهش طول الوقت. الآن حتى بالطرف الثاني من الباب في مخطط، وعلى الجانب هاد والجانب هاد والسقف، أنا أمام حيرة، أمام متاهة. نحن الآن وين؟ هو الحقيقة المتاهة ما هون، متاهة في مكان آخر. طيب الآن اللي أمامنا هذا الشاب هون نعطله. هون غرفة الإنترنت، تراسل المعطيات. طبعا بالإنترنت صار العالم كله مو عبارة عن قرية صغيرة، عبارة عن غرفة صغيرة. طبعا هلا ما عاد العلم حكر على دولة، هلا العلم انتشر في العالم كله. ماذا علينا أن نفعل؟ الإرادة والمتابعة في إمكانه، كل شيء موجود. ماذا تستطيع أن تفعل بلدنا؟ كل شيء. نحن بلدنا مهيئ تساوي كل شيء،
اكثر من الدول المتقدمه. اللي طلع القمر ليش؟ هن ناس يعني ملائكه ولا مثل يعني لهم عقول وتفكير، لانه ما في دوله بالعالم بتسوي كل شيء، حتى اكبر دول العالم مثل امريكا ما بتسوي كل شيء، بتستعين بشركه سيمنز بالمانيا، بتستعين بشركه انسالدو بايطاليا، او بشركه ميتسوبيشي باليابان، وشركات كثيره. فالعلم ما عاد حكر يعني، كلهم جاهزين يبيعوك، بس الشطاره كيف انت والعبقري انه كيف تستخدمها، والشيء متوفر. هي الانترنت موجود العالم كله بين ايديك، يعني ما في غير انه تكون عندك اراده وتشتغل. ففي امور مخطط معين او جهاز معين، في كثير امور منه مشتركه بجهاز اخر بمعمل اخر. مرة ثانية نحن في ما يشبه النفق، على يميننا في أجهزة بالآلاف، إنه مهما الكاميرا كانت يعني قادرة لكن لن تستطيع أن تصور كل شيء. هذه غرفة المتابعة، الغرفة رقم 18. أنا لي علاقة مع شيء 217 منشأة في سوريا، ما بين صناعية ونفطية وكهربائية. متابعة شو المقصود فيها؟ متابعة الشركات. هي ملفات أغلب الشركات الوطنية السورية كلها موجودة طبعا، والتليفونات ممكن كلها نلاحقها بشكل كامل يعني. ليش 16 تليفون؟ لانه احيانا بيجينا 5 تليفونات بنفس الوقت. هلا ما دخلنا على المختبر حقيقه، المختبر طبعا في المكان اللي راح نمشي فيه هلا. دائما في عندنا هون يعني تجهيزات بنقول بالالاف، اكثر من الالاف، ويستفيدوا من الخبره اللي انا صار لي سنوات طويله جدا عم اشتغل فيه يعني انا 40 سنه. انا بتوقع اذا انسان استفادوا خلال 5 سنين ممكن يحصل كل الامور واكثر، وبجهد فردي. بدي اجل المديح. سألت لك مرة لو كان عندك طريق سهل وطريق صعب، فأيهما تختار للوصول نفس الهدف، فشو جاوبتني؟ طبعا أنا تعودت طبعا إنه إذا كان عندي هدف معين، والهدف له طريقين، طريق صعب وطريق سهل. تعودت إنه أمشي من الطريق الصعب. لأنه حتى إذا مر علي شيء صعب لا إعادة عندي. وحياتك كلها بهذا الشكل؟ كل حياتي بالشكل يعني. كل هذا اللي أبهرنا هو أيوة. عبارة عن 20% من جهدك. هذه غرفة رقم 14 فيها عدة شغلات طبعا لها علاقة بموضوع تغذية المختبر بالتوترات المختلفة. حضرتك مرة من المرات أصلحت آلة ضخمة جدا وأصبحت توفر مئات الآلاف من الدولارات بقطعة من دمية كهربائية أو إلكترونية. إحدى مرات كان في منشأة يعني كبيرة توقفت، والقطعة اللي توقفت هي حكر على الشركة الصانعة. فطبعا من خلال الخبرة وجدت قطعة بتشبهها حتى أحسن منها كمان بلعبة. نعم. أخذت القطعة وركبتها بهي المنشأة، والآن تعمل منذ 10 سنوات. وقالوا لي إنه قطعة هي أحسن بكثير من السابقة، كانت دائما أعطى. قديش وفرت على البلد؟ بالضبط هي كل سنة 100 مليون ليرة سوري، مش عارف. معقول؟ مليار ليرة سوري تقريبا. تفضل. طبعا هي عبارة عن دارة كمان كان فيها مشكلة سابقا بشكل كبير جدا، كان كل شهر تتعطل. لإحدى كمان المنشآت كل شهر تتعطل أبدا، شهر وزيادة كم يوم، فقدرنا نعدل فيها. هي الدارة هي بالتصميم طبعا والخبرة تبعتنا، وقدرنا نعدلها ونركزها. وآخر شيء هلا عم تشتغل صار لها من سنة 96 إلى الآن بشكل متواصل. طبعا هون الى الغرفه رقم 11 والغرفه رقم 12 والغرفه رقم 13. طبعا هون المتاهه رقم 11 و 12. انا الحقيقه بندهش جدا. هي الغرفه اللي اشتغلتها او اللي اشتغلت هي اللوحه الالكترونيه اللي شايفينها، هي خلصت انجازها بالصف العاشر. الصف العاشر يعني بدات بالعمل فيها يعني سادس سابع تقريبا بدايتها، هيك الى الصف العاشر انجزتها والى الان بستخدمها. بدي استغل هذيك الفتره اللي كنت فيها صغير والى اخره، كان في حدا اعطاك حكمه هو غير لك حياتك، عمل المنعطف الهائل، حولك لعالم من الطراز الاول على المستوى العالمي. من هو؟ والله الامر هذا هام يعني كثير، وانا طبعا يعني هذا الشيء اللي اثر بحياتي هو المختبر شايفينه كلياته يعني من الفه الى يائه. كان في لي مربي حكيم كنت اسمع منه النصائح الكثير جدا، يعني هاي الشغلات يعني موضوع الاقدام، اهم حكم خدمه الوطن، العمل لهذا الوطن، الثقه بالله عز وجل، كل شيء بتقدمه لبلدك الله راح يقدم لك اضعافه، وهي انا لمستها بايدي. فتعلمت من هذا الحكيم انه انسان لازم يتابع، ما ييأس نهائيا، يلغي شيء اسمه يأس، يلغي شيء اسمه صعب. وعلمني شغله انه تحول الخساره الى ربح.
مرة أخرى أمام الأجهزة والأدوات الصغيرة. الغرفة فيها بالضبط 127 لوحة اختبار وتجارب. فأنا هوايتي بالذات أنا هي رقم 1 بعملي البحث العلمي. رقم 2 أعالج المشاكل المستعصية في بلدي، مو المشاكل العادية، وأغطي المستعصية حتى على المستوى العالمي، حتى المستعصية على الخبراء المصممين. هي ممكن نسميها ممر الملفات. الغرفة رقم 17 هوني هالغرفة طبعا في مستودع إلكتروني فيها طيف كبير من القطع الإلكترونية. هالاستراحة هوني إذا لاحظت كلها مخططات. أنا عندي مشكلة رئيسية بحياتي هو الوقت. رقم 1 الوقت، والباقي كلهم ثانويات. فحتى أعبي وقتي أنا بشكل كامل، إذا بقول لك من شيء أسبوعين تقريبا، من أسبوعين أو 3 أسابيع كان عندي مشكلة إلكترونية، كنت متعب جدا، فأجيت سطحت بهالمكان لقيت المشكلة موجودة عندي، حل بالسقف موجود. يا الله. يجب أن يكون على تواصل مع الدارات الإلكترونية في كل مكان. وعلى فكرة حتى الإدارات اللي تحت المنصة إدارات مفيدة جدا، يعني تعتبر عبارة عن قاموس، تعتبر عبارة عن يعني استغلال لكل مكان. ندخل على هذه الغرفة. هي غرفة رقم 22، غرفة القيادة. هي القيادة الإلكترونية، الغرفة رقم 22.